يا مساء الورد والياسمين على عيونكم الحلوين. وحشتوني جدا 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 حبايبي الغاليين اللي دايما بيفرحونا. جايبالكم النهاردة قصة جامدة جدا ان شاء الله هتعجبكم. بس في البداية اللي لسه ما اشتركش في القناة يلا بسرعة اشترك، وما تنساش تفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل اشعاراتنا. واتمنى لو القصة عجبتكم تحطوا لايك على الفيديو، ويلا نقول بسم الله ونبدأ القصة. في شقة بسيطة كانت عايشة سامية مع بناتها الاتنين، مي ورحمة، وجوزها عزة اللي كان بيقول لها: أنا مبسوط قوي يا سامية، أخيرا هفرح بمي، عقبال رحمة يا رب. البنتين دول تعبوا كتير قوي، ربنا يكبر بخاطرهم يا رب. مش مصدق إن كلها أسبوع ومي هتبقى عروسة خلاص وتتجوز وشوف عيالها. ياه، ده أنا كنت لسه بشيلها في اللف. العيال بتكبر بسرعة يا سامية، وإحنا خلاص كبرنا وعجزنا. يا رب يا عزة ويخليك لينا يا حبيبي. يا سيدي ولا كبرت ولا حاجة، انت لسه صغير زي ما انت. ربنا يديك الصحة وطول العمر يا رب يا حبيبي يا ابو بناتي. وقبل ما تكمل كلامها خرجت رحمة بسرعة وهي بتقول: الحقيني يا ماما، الحقني يا بابا. مي مش عارفة مالها، عمالة تقول كلام غريب قوي ومبهدلة الأوضة على الآخر. ليه يا بت في ايه؟ مالها؟ قوم يا عزة، قوم نشوف في ايه. مي كانت في اوضتها وعمالة تبهدل في كل حاجة، وقلبة الأوضة عليها وطيها، وهي عمالة تقول: مش عايزة اتجوز، مش عايزاه، مش هتجوزه. اهدي يا حبيبتي، مالك في ايه؟ ابعدي عني يا ست انتي سبب المشاكل اللي انا فيها. ابعدي عني، انا مش بحبك. وانت يا عزة انت كمان مش بحبك، وانتي كمان يا رحمة. انا ما بحبش حد، حتى ادم مش عايزاه، مش هتجوزه. ابعدوا عني كلكم. اهدي يا حبيبة قلب ابوكي، ايه اللي حصل لكل ده بس؟ احنا كلنا بنحبك، ليه بتقولي كده؟ قلتلك ابعد عني، انا مش بحب حد يا عزة، مش عايزة حد، وما بحبكش انت وسامية ورحمة وادم. ابعدوا عني. غريبة يا مي، اول مرة تقولي لي يا عزة وتقولي على ماما يا سامية. انت طول عمرك بتحترمينا يا بنتي، حصل لك ايه؟ فيكي ايه؟ طمنيني عليكي، وليه بتعملي كده؟ اتعصبت مي وزقته بعيد عنها لدرجة انه كان هيقع، وخرجت تجري من الأوضة ومن الشقة كلها. جري وراها لكنهم ما قدروش يحصلوها. ركبت تاكسي بسرعة ومحدش كان عارف هي راحت فين. هو في ايه يا عز؟ انا مش فاهمة حاجة، هي البت مالها بالظبط وراحت على فين؟ قوليلي يا رحمة، هي اختك حصل معاها اي حاجة؟ هي كانت كويسة يا بنتي، اتصلي بآدم يمكن تكون زعلانة معاه ولا حاجة. ما حصلش حاجة يا ماما، هي كانت مبسوطة قوي وبتكلم آدم، وكانوا بيتفقوا هيعملوا ايه يوم فرحهم، وفجأة اتحولت بالطريقة دي. طب اتصلي لي بآدم انا هسأله. وفعلا اتصلت رحمة بآدم، ولما سامية كلمته قالت له: قول لي يا ابني، انت مزعل مي في حاجة؟ لا ابدا مش مزعلها. ليه؟ هي مي مالها؟ ما هي كويسة. مش كويسة يا ابني، دي فجأة كده بقت تقول مش عايزاكم، ما بحبكوش، ومش عارفة ايه. انا مش فاهمة ايه اللي حصل. انا عرفت اللي فيها. بنتك اكيد اتصالحت مع عمتها سعاد، وهي اكيد اللي قومتها علينا كلنا كده. ما انت عارفة سعاد ما بتحبنيش ازاي، وكانت عايزة تجوز بنتها لابنها حسن. انت بتقول ايه؟ اتصالحت مع سعاد؟ طب اقفل، اقفل انت دلوقتي، هكلمك تاني. الحق يا عزة، بنتك مي اتصالحت مع سعاد، وانت عارف بقى سعاد قد ايه ما بتحبناش. انا متأكدة ان سعاد هي اللي قومتها علينا، واكيد مي عندها دلوقتي. سعاد شكلها كده ناوية تعمل مصيبة وتجوزها لابنها حسن. ده لو آخر واحد في الدنيا، مستحيل أجوزه بنتي، ده واد لعبي كده وبيلعب ببنات الناس. طيب يا سامي، أنا هروح لسعاد حالا، خدني معاك. وانت يا رحمة خلي بالك من البيت، يمكن احنا نمشي من هنا وهي تيجي، محدش عارف يا بنتي، وما تفتحيش لحد. يلا سلام. ومشيت سامية وعزت اللي كان قلقان قوي، وكان بيقول: تفتكري يا سامية سعاد ناوية تكره فينا عيالنا ولا ايه؟ ولا ناوية على ايه بالظبط؟ اتوقع اي حاجة منها يا عز. انا مش عارفة هي مش عايزة تسيبنا في حالنا ليه؟ كل ده عشان الشقة اللي احنا قاعدين فيها دي ما حلتناش غيرها. اختك عايزة تقاسمنا فيها بأي شكل،
وبتقول إنها بتاعت أمها وليها حق فيها كمان. بجد منها لله. وبعد ما خلصوا كلامهم وقفوا تاكسي وركبوه. أما رحمة فضلت تتصل كتير قوي على مي، لكن مي ما كانتش بترد. رحمة كانت قلقانة قوي على أختها. وشوية وجرس الباب رن. جريت بسرعة رحمة وافتكرت إنها مي، لكن لقيتها زينب جارتها اللي قالت لها: في إيه يا رحمة يا بنتي؟ ماما وبابا خارجين بسرعة ليه؟ ده شكلهم كان قلقان قوي. في حاجة ولا إيه؟ انتوا كويسين؟ يا طنط زينب، احنا بخير ما تقلقيش. أمال مي فين؟ ها؟ مي في مشوار. مشوار؟ مشوار ايه ده يا بنتي؟ ده الوقت متأخر قوي. هو انت مخبية حاجة ولا ايه؟ وحتى لو مخبية يا طنط، اعتقد ان دي حاجة تخصنا، وطالما ما قلتلكيش يبقى مش عايزاكي تعرفي. في حاجة اسمها خصوصية، ولا انت رأيك ايه بالظبط؟ ايه يا بنت قلة الأدب دي؟ انت بتكلميني كده ليه؟ بقى في واحدة محترم تكلم واحدة أكبر منها بالطريقة دي؟ ده أنا صاحبة ماما وجارتكم من زمان قوي. ايه؟ مفيش احترام خالص للي أكبر منك ولا ايه؟ سامية ما علمتكيش الذوق والأدب؟ علمتني الذوق، وبرضه علمتني الخصوصية، وقالت لي ما اجبرش على حد انه يحكي لي حاجة هو مش عايز يحكيها. وقالت لي كمان ما افتحش الباب لحد. بعد إذنك بقى يا طنط، أنا مضطرة أقفل الباب وأسمع كلام ماما. تصبحي على خير. رحمة قفلت الباب في وش زينب اللي اتعصبت قوي وقالت: ايه البت قلة الأدب دي؟ طب والله لو اوريكي يا رحمة، أنا تقفلي في وش الباب هتشوفي أنا هعمل فيكي ايه. رحمة كانت في الشقة وقلقانة جدا، وكانت كل شوية رايحة تقف عند الشباك وتبص وتطمن وترن على أختها، واتصلت على باباها أكتر من مرة اللي أخيرا رد عليها: ألو؟ أيوة يا بابا، طمني، لقيته مي ولا لسه؟ لا يا بنتي ما لقيناهاش، أنا عند عمتك أهو أنا وأمي، وشوية وراجعين. بقولك إيه، اتصلي على أصحاب مي اسأليهم، يمكن تكون راحت عندهم. حاضر يا بابا، هكلمهم دلوقتي. حلفتلك بالله إن بنتك مش عندي يا عز، وبعدين أنا هعمل لها حاجة ليه؟ أنا اتغيرت وما بقتش زي الأول. وبعدين أنا لو هعمل حاجة للدنيا كلها عمري ما هعمل حاجة لعيالة. عارفة يا سعاد، لو طلعتي بتكدبي عليا هعمل فيكي ايه؟ عارفة يا اخوي، بس انا ما بكدبش، صدقني. سامية لاحظت ان سعاد متوترة قوي. خير يا سعاد، مالك؟ مش على بعضك ليه كده ومتوترة، وشكلك كده زي ما تكوني عاملة حاجة. ها؟ لا ابدا، انا هتوتر ليه يعني؟ مفيش حاجة، وبعدين اصل الوقت اتأخر وانا عايزة انام، هي دي كل الحكاية. طب يلا بينا يا سامي. وقفت سامي علشان يمشوا، ولسه هيخرجوا من باب الشقة سمعوا صوت كركبة جوه. وقتها سعاد اتوترت قوي وقلقت: انت في حد معاكي ولا ايه؟ احنا لما جينا سألناكي على حسن قلتي مش موجود، امال ايه الصوت اللي جوه ده؟ ايوه، حسن مش موجود، دي تلاقيها قطة ولا حاجة في المطبخ. نورتوني يا حبايبي. خرجوا من عند سعاد اللي كانت بتقول في نفسها: اخيرا مشيوا، الحمد لله يا رب. انا مش مرتاحة لسعاد، انا حاسة ان في حاجة هي مخبياها. معقولة تكون مي عندها؟ انا برضو مش مرتاح لها. بقولك ايه، تيجي نرجع نطب عليها على غفلة؟ اكيد لو مي عندها هنلاقيها. طب يلا بينا. في الوقت ده كانت سعاد قاعدة في شقتها بتعيط، وجرس الباب رن تاني. وقامت سعاد وهي قلقانة: استر يا رب. عزت، خير يا حبيبي، نسيت حاجة ولا ايه؟ قصدي يعني نسيت اقولك لو محتاجة اي حاجة ابقي كلميني. هو ايه، انت كنتي بتعيطي ولا ايه؟ لا مفيش حاجة، انا كويسة. اصل بس افتكرت ابو حسن الله يرحمه، كان عزت وسعاد بيتكلموا مع بعض. اما سامية كانت مركزة في كل حتة في الشقة، واتصدمت لما لقت بقعة حمراء على الارض. سعاد، هو ايه اللي على الارض ده؟ ايه ده؟ لا، ده عصير وقع مني لما جيت افتح الباب. سامية ما كانتش مرتاحة لسعاد. اما عزت طلب منها ان هما يمشوا. والله العظيم اختك دي مخبية حاجة، انا متأكدة اللي شفته على الارض ده ما كانش عصير. انا خايفة قوي على بنتي يا عز، خايفة لا تكون اختك عملت فيها حاجة. لو ده حصل فعلا انا مش هرحمها. طب يلا بينا نرجع الاول على البيت ونشوف رحمة عملت ايه وكلمت صحاب مي ولا لا.
يمكن تكون مي عند حد فيهم. نسيبهم ونروح لرحمة اللي فضلت تتصل على أصحاب مي، لكن ما لقيتهاش عند أي حد منهم. وشوية وجه عزت وسامي، وكانوا قاعدين خايفين على بنتهم قوي. وشوية وجرس الباب رن، ورحمة اتعصبت وقالت دي أكيد طنط زينة، والله ما أنا سكتلها. وفتحت الباب وهي متعصبة ولسه هتتكلم، اتصدمت من اللي شافته. لقت مي واقفة قدامها ولابسة فستان أبيض متبهدل وشعرها منكوش. ايه ده مي؟ ايه اللي حصل لي؟ ايه ده في ايه؟ خرج عزت وسامية جريوا عليها. يا لهوي، ايه اللي حصل لك يا بنتي؟ في ايه بس؟ انت كنتي فين؟ ومين عمل فيكي كده؟ اتكلمي. ادخلوا جوه، مش عايزين فضايح وسط الناس. دخلوا جوه كلهم، ومي كانت ساكتة ما بتتكلمش وشكلها يخوف قوي. ما تتكلمي، ايه اللي حصل لي؟ وايه المنظر اللي انت فيه ده؟ اتكلمي يا مي، ساكتة ليه يا بنتي؟ مي فضلت بصلهم وبعدين سابتهم ودخلت الأوضة وقفلت الباب على نفسها. هو ايه اللي بيحصل ده بالظبط؟ هي فاكرة نفسها صغيرة على الحركات دي ولا ايه؟ هي مش عايزة تتكلم معانا ليه؟ وايه منظرها ده؟ وكانت فين ومع مين؟ اوعي كده من وش يا سامي، انا هدخل لها واشوف فيه ايه. اهدى بس يا عز، الامور ما بتتاخدش كده. خلينا نهدى بس الاول وبعدين نتكلم معاها. بقول لك ايه يا رحمة، انت قريبة منها يا حبيبتي، ادخلي لها وحاولي تتكلمي معاها، يمكن تحكي لك حاجة. حاضر يا ماما. عاجبك اللي بيحصل ده؟ منظرنا ايه قدام الجيران لو حد شافها بالمنظر ده؟ واكيد حد شافها. انا قلقان قوي، مش عارف ايه اللي بيحصل معاها. يمكن تكون غلطت مع حد وخايفة تحكي لنا. ما تكملش يا عز، انا واثقة في تربية بناتي كويس، لا يمكن ابدا واحدة فيهم تعمل حاجة زي دي. انت ازاي بتفكر كده؟ بصراحة بقى انا بعد اللي شفته عند اختك سعاد انا شاكة انها عملت حاجة في بنتي يا عز. عايزة انا افكر ازاي يعني يا سام؟ مش شايفة منظر البت عامل ازاي؟ وبعدين هي مش راضية تحكي لنا حاجة ليه؟ على الاقل نعرف نتصرف. ايه ده انت بس، وكل حاجة هتبان ونشوف حصل لها ايه. فضلت سامية تهدي في عز. اما ادم كان بيتصل على مي وتليفونها مقفول، قلق عليها جدا واتصل على مامتها. ايوه يا طنط، اخباركم ايه؟ ومي لقيتوها ولا لسه؟ انا اسف والله، انا مش عارف استأذن من شغلي واجي ادور معاكم، عندي ضغط شغل رهيب جدا. طمنوني عليها، لقيتوها ولا لسه؟ اطمن يا حبيبي، كلنا بخير. ومي كانت بتتمشى شوية والحمد لله رجعت بالسلامة. طيب انا عايزة اكلمها اطمن عليها، بتصل عليها تليفونها مقفول. هي كويسة؟ اه يا ابني هي كويسة وبخير. معلش هخليها تكلمك بكرة يا آدم، هي نامت دلوقتي يا حبيبي، تصبح على خير. آدم قفل معاها وكان مستغرب، مش عوايد مي يعني إنها تنام بدري كده، كان حاسس إن في حاجة هم مخبيينها عليه. وعدى كام يوم ومي رافضة تتكلم مع أي حد، حتى مع رحمة اللي كانت قاعدة مع مامتها وبتقول لها والله يا ماما حاولت أتكلم معاها بكل الطرق، هي رافضة تتكلم معايا وطول الوقت سكت ومش عايزة حتى تبصلي. أنا مش عارفة في إيه بجد. ربنا يستر بقى، ده أبوكي صابر عليها بالعافية وعايز يتكلم معاها بأي طريقة ويعرف فيها إيه بالظبط ومخبية إيه علينا. وهما قاعدين بيتكلموا جرس الباب رن وفتحت رحمة، لقيتها زينب جارتها. نعم، عايزة إيه؟ زقتها زينب ودخلت تكلم سامية. أنا جاية أشتكيلك من رحمة يا سامية يا حبيبتي. معقولة؟ معقولة البت تكلمني بالطريقة الوحشة دي وأنا اللي جاية أطمن عليكم؟ ده أنا قلقت لما شفتكم خارجين بالليل والوقت متأخر. حقك عليا يا زينب، هي عملت كده بس من قلقها على مي، ما انت عارفة هما الاتنين متعلقين ببعض ازاي. ليه يا حبيبتي؟ وهو ايه اللي حصل لمي يعني؟ ما حصلهاش حاجة يا طنط، هي كويسة. شفتي يا سامية؟ شفتي رد بنتك عليا؟ عيب يا رحمة، طنط زينب مش غريبة، دي صاحبتي واختي. يلا ادخلي المطبخ اعملي لها حاجة تشربها. رحمة دخلت على المطبخ، اما سامية حكت كل حاجة لزينب اللي قالت لها يا مصيبتي، وانت ازاي ساكتة يا اختي على كده؟ بنتك مش عايزة تتكلم، خليها تتكلم بالعافية. انت لازم تعرفي فيها ايه، لا يكون لا قدر الله حصل لها حاجة ولا غلطت مع حد يعني ولا. ما تكمليش يا ست انت بتقولي ايه؟
اختي احسن من اي حد في الدنيا، ولا يمكن تغلط ابدا. وادي العصير اهو، والله لا ارميه، خساره فيكي اصلا. واتفضلي اطلعي بره. عيب كده يا رحمه، انتي مش سامعه يا ماما بتقول ايه؟ دي بتغلط في اختي، وانتي ساكتالها ليه يعني؟ ده انتي ما تحملتيش بابا يقول كلمه زي دي عليها، بتتحمليها من واحده زي دي ليه؟ قلتلك عيب يا رحمه. ايه الاسلوب ده؟ اتفضلي، يلا ادخلي على اوضتك. دخلت رحمه على اوضتها وهي متضايقه قوي. اما ساميه فضلت تعتذر لزينب كتير. خلاص يا زينب يا حبيبتي، ما تزعليش منها، دي قد عيالك، حقك عليا انا يا حبيبتي. لا يا حبيبتي ولا يهم، دي مهما كان برضو عيلة. على العموم ربنا يطمنك عليها يا رب، وابقي طمنيني عليها. ماشي يا حبيبتي، نورتيني. ومشيت زينب على شقتها. اما سامية دخلت اوضة بناتها وقربت ناحية مي، وكانت لسه هتتكلم، اتفاجئت ان مي اخيرا اتكلمت وقالت: انا جهزت كل حاجة تخص ادم، خلي بابا يتصل بيه ويجي ياخد حاجته. انا مش عايزاه، مش عايزة الجوازة دي، انا نهيت كل حاجة خلاص. ايه اللي انتي بتقوليه ده يا بنتي؟ ما ينفعش، ادم ابن ناس وبيحبك، وانتي كمان بتحبيه. هو عملك ايه بس الكل ده؟ ده انتي خلاص فرحك قرب، ليه بتعملي كده؟ طيب بالراحة بس، خلينا نتكلم مع بعض انا وانتي. في حاجة حصلت معاكي تمنعك من انك تكملي الجوازة؟ قوليلي، يمكن نقدر نحل المشكلة دي. اتعصبت مي وقالت لها: حاجة ايه يا ست انتي؟ انا فاهماكي كويس قوي وفاهمة تقصدي ايه، لكن الحمد لله انا زي الفل، ومش عايزة اتجوز ولا كمل. انا حر، انت هتختاري لي حياتي ولا ايه؟ انا خلصت كلامي، يلا اتفضلي اطلعي من اوضتي، مش عايزة حد معايا. اهدي بس يا مي الله يكرمك. يا بنتي قولي لي في ايه بس؟ قلتلك اطلعي بره، انت ايه ما بتفهميش؟ في الوقت ده دخل عزة ومن غير اي كلمة اداها على وشها: انت ايه قلة الادب والبجاحة بتاعتك دي؟ ولا مرة اتكلمتي معايا ولا مع امك بالشكل ده، جاية دلوقتي تتكلمي معانا بالطريقة دي؟ انت ايه اتجننتي؟ عيطت مي واتعصبت وقالت له: قلت اطلعوا بره كلكم، والله لو ما طلعتوا بره الأوضة لكون جايبالكم مصيبة. خلاص اهدي يا بنتي، اهدي. يلا يا عز، يلا يا رحمة، خلينا نطلع بره. كلهم خرجوا بره وسابوها، ومحدش كان عارف ولا فاهم مي بتعمل كل ده ليه. اما عزت اتصل على آدم: ايوه يا ابني، تعالي على البيت، انا عايزك ضروري. خير يا عم، في حاجة ولا ايه؟ لما تيجي يا حبيبي هنتكلم، يلا مع السلامة. قفل آدم مع باباه وبص في تليفونه، لقى رسالة من مي كانت بتقوله فيها: لو لسه في قلبك شوية حب ليا يبقى أرجوك ابعد عني وانهي الجوازة دي وما تسألش على السبب. أرجوك، أنا حبيتك ولسه بحبك، وعلشان بحبك بقولك كده، خلينا نبعد عن بعض أحسن. آدم قرأ الرسالة وكان مستغرب قوي، هو في ايه بالظبط؟ مالها مي؟ ايه اللي غيرها فجأة كده من ناحيتي؟ وباباه هو كمان عايزني اروح له، في حاجة غلط لازم اعرفها. وبعد شوية كان آدم قاعد قدام عزة: بصراحة يا ابني انا مش عارف ابدأ معاك ازاي ولا اقولك ايه، احنا ما شفناش منك غير كل خير، لكن مش عارف ايه السبب اللي خلى مي مش عايزة تكمل الجواز. يا عمي مي اكيد تعبانة او فيها حاجة هي مش عايزة تقولها، خليني بس اقعد اتكلم معاها، انا بحبها وشاريها ولا يمكن اسيبها. خرجت مي وهي متعصبة وقالت: انا مش بحب، خلي عندك كرامة وشوية دم وابعد عني، هو الجواز بالعافية ولا ايه؟ اهدي يا مي، انا مش هقدر اسيبك غير لما اعرف الاول ايه السبب القوي اللي يخليكي تبقي مش عايزاني وتبيعي كل حاجة بينا كده. انا بحبك وانتي كمان بتحبيني. مش بحب ومش عايزاك، ارجوك ابعد عني بقى، ادي كل حاجتك اهي، يلا اطلع بره من غير ما ترد. لا مش هخرج يا مي، ولو انت نهيتي العلاقة اللي بينا انا بقى عايز اقعد هنا شوية. انت ناسية ان ابوكي بيعتبرني زي ابنه ولا ايه؟ انا بقى قاعد شوية مع ابويا. براحتك، خليك. وسابته مي ودخلت اوضتها وقفلت على نفسها. يا جماعة انا متأكد ان في حاجة غريبة، مي لا يمكن تعمل كده وتتصرف بالطريقة دي الا اذا كان في حاجة قوية مخليها تتصرف كده. لازم نقف جنبها وبهدوء كده نعرف هي مالها. عين العقل يا ابني، انت فعلا راجل وابن اصول، ما غلطتش لما قلت عليك ابن. ربنا يصلح الحال يا رب
ونقدر نحل المشكلة دي. يا رب يا عم. أنا بس مضطرة أمشي دلوقتي علشان شغلي. أنا يا دوب استأذنت نص ساعة بس بالعافية عشان أجي لحضرتك. محترم أوي آدم ده، أوي يا عزة. ربنا يحميه شبابه يا رب ويطمنا على مي. وبعد شوية لما الليل ليل البيت كله كان نايم ما عدا مي اللي خرجت بره أوضتها وبدأت تتسحب عشان تخرج من الشقة. في الوقت ده كانت رحمة رايحة الحمام وشافتها. هي مي رايحة فين في الوقت المتأخر ده؟ أنا لازم أقول لماما وبابا بسرعة. خبطت عليهم وفتح لها عزة. خير يا رحمة، في إيه؟ مي يا بابا خرجت، معرفش هي رايحة فين متأخر كده. طب يلا بينا، يلا بينا بسرعة وراها، وخلي أمك نايمة، هي تعبانة. أنا صاحية يا عزة وسامعة كل كلامكم، أنا جاية معاكم، لازم أطمن على بنتي. وخرجوا كلهم وراها، ولحسن حظهم كانت مي لسه واقفة مستنية تاكسي تركبه. ولما ما لقتش فضلت تمشي في الشارع وهم ماشيين وراها. وفجأة دخلت ناحية المقابر. أهلها استغربوا جدا، مي داخلة في المكان ده ليه؟ فأول ما مي دخلت نكشت شعرها وفضلت تعيط وتزعق وتقطع في هدومها وشعرها. كانت مي لوحدها في المكان، مفيش حد معاها. أما عزت وسامية كانوا مصدومين من اللي شايفينه. يا نهار مش فايت، ايه اللي أنا شايفه ده؟ سيبوها، محدش يجي ناحيتها، البت دي مش طبيعية، دي لا يمكن تكون مي. بقول لكم ايه، احنا محتاجين شيخ يكون كويس يجي ويشوفها ويطمنا فيه ايه. معاكي حق يا سامي. وبعد شوية مي قامت من مكانها وكان شكلها يخوف قوي، هدومها متبهدلة وشعرها منكوش، وفضلت ماشية وأهلها ماشيين وراها بيراقبوها. وفي الوقت ده رحمة لمحت واحدة واقفة بعيد وكأنها بتراقب مي. حاولت تعرف هي مين الست دي لكن ما قدرتش تعرف. وبعد شوية كلهم رجعوا على البيت، ومي كانت عارفة إن هما بيراقبوها. دخلت أوضتها وقفلت على نفسها الباب. وعدى يومين على نفس الحال، مي كل يوم تعمل كده، وأهلها كانوا مرعوبين عليها. ولما آدم عرف باللي حصل كلم شيخ معرفة ليه وجابه لحد البيت. دخل الشيخ حنفي وسلم عليه في البيت. السلام عليكم يا جماعة، ايه بس أنا شايف إنكم قلقانين قوي، سلموا أمركم لله وإن شاء الله خير. إن شاء الله يا عم الشيخ، اتفضل. دخل الشيخ أوضة مي. أما زينب رنت الجرس وكانت جاية تسأل على مي اللي كانت عارفة عنها كل حاجة. ورحمة كانت شاكة في زينب، كانت حاسة إن هي دي الست اللي كانت بتراقب أختها مي. وفي وقت كل اللي بيحصل ده جت سعاد أخت عزة وهي عمالة تعيط، فين عزة أخوي، أنا عايزاه يلحقني. خير يا سعاد، في إيه؟ استني شوية يا أختي، عزت معاه ناس جوه ومشغول. وشوية وخرج الشيخ وقال البنت معمول لها سحر ومدفون في المكان اللي هي كل يوم بتروح، ولازم أروح معاها علشان أفكه. حسبي الله ونعم الوكيل. السحر ده مخليها كارهة الناس كلها، حتى عريسها ما بقتش طايقاه ومش عايزة تكمل معاه. وكمان السحر ده مأثر على أختها رحمة، كل لما يجيلها عريس يمشي من غير سبب. طب قولي يا عم الشيخ، مين ورا اللي بيحصل ده؟ الشيخ بص على كل الموجودين وقال اللي عملت كده واحدة قريبة منكم قوي يا عزة. عزة تبص لسعاد اللي فضلت تعيط. هقولك هي مين بس لما فكوا الأول، بعد إذنكم يا جماعة أنا همشي دلوقتي. وبالفعل مشي الشيخ حنفي ومعاه آدم. أما سامية كانت متعصبة وبتقول سمعت بنفسك يا عزة الشيخ قال إيه؟ بيقولك اللي عمل كده حد قريب مننا. مفيش حد قريب مننا غير سعاد أختك. معاكي حق يا صاحبتي، هي أكيد مفيش غيرها. أنا ملاحظة من لما الشيخ خرج وهو عمال يبصلها. وانتي مالك أصلا، دي حاجة تخصنا احنا، محدش خد رأيك فيها. اتفضلي بقى لو سمحتي، اطلعي بره. ما تهدي يا رحمة، انتي دايما كده تحرجي زينب قدامي، خلينا في المهم. ليه يا سعاد، ليه عملتي في بناتي كده؟ والله العظيم ما عملت كده، ويوم ما جيتوا عندي أنا كنت خايفة ومرعوبة، بس مش عشان بنتكم. أنا كنت خايفة من عزت يتعصب ويمد إيده على ابني لما يعرف إن ابني حسن بيمد إيده عليا وبياخد مني فلوس بالغصب عشان يخرج مع أصحابه الضايعين اللي زيه. فأنا مش لاقي حد أشتكيله همي وحزن. أنا فعلا اتغيرت يا سامي وما بقاش يهمني لا ورث ولا غيره. لما شفت البقعة اللي على الأرض
كدبت وقلتلك إنه عصير. لأ، ده كان مني أنا. ابني كان مادد إيده عليا وجارحني في رجلي. أنا تعبت منه، ودلوقتي أنا جاية لعزت وواقعة في عرضه. ما يسيبنيش. ابني عايز يطردني من الشقة يا عزت. أخدها عزت في حضنه وقال لها: أنا مصدقك يا حبيبتي، اهدي وأنا هخلص موضوع مي وأجيب لك حقك منه. بس أعرف بس مين اللي عمل في بناتي كده. ويمر الوقت ويرجع الشيخ ويقرأ على مي قرآن، وقدر يفك لها السحر وترجع لطبيعتها تاني. قولي بقى يا عم الشيخ، مين اللي عمل كده؟ زينب جارتكم يا عزت، هي اللي عملت كده، صاحبة مراتك. اتضايق عزت قوي لأنه ما كانش بيرتاح لزينب، وكان دايما يحذر سامية منها. كنت متأكدة من الأول إن زينب هي ورا كل اللي بيحصل ده، ولما كنت بقول لماما كانت بتتخانق معايا بسببها. فأما سامية كانت مصدومة، مش مصدقة زينب جارتها وصاحبة عمرها اللي كانت راسمة دور البراءة عليها هي اللي تكون عاملة كده. وشوية وجت زينب: طمنوني على مي، عاملة ايه دلوقتي؟ مي بخير يا زينب، واللي حصل لها ده كله أنا السبب فيه. عارفة ليه يا زينب؟ عشان صاحبت واحدة نادلة زيك، دايما بتمثلي عليا إنك بتحبيني وإنك صاحبة عمري ومفيش زيك أبدا. لكن إيه؟ لعبتي الدور صح. روحي منك لله يا زينب، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. أنا عايزة أعرف بس ليه عملتي معايا كده؟ عرفت زينب إن هم عرفوا إن هي السبب، سكتت خالص، وبعدين ردت وقالت: أوقات بنعمل كده من غير مبرر يا سامي، يمكن عشان جوانا نقص وشايفين إن اللي قدامنا أحسن مننا. أنا عملت كده علشان. كملت سامية الكلام وقالت: عشان انتي ما تعرفيش ربنا ولا تعرفي يعني ايه صاحبة صالحة، ودي غلطتي أنا إني دخلت واحدة زيك حياتي. ده أنا شكيت في كل اللي حواليا إلا انتي. تخيلي، ده أنا شكيت في بنتي رحمة وقلت يمكن هي اللي عملت كده في أختها عشان غيرانة منها ولا حاجة. شكيت في بنتي وما شكيتش فيك انتي. شفتي حبيتك قد ايه يا زينب، وانتي ما تستاهليش الحب ده. أنا لا يمكن أسامحك مهما حصل. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، ويتردلك في صحتك يا رب كل اللي عملتيه في بنتي. اطلعي برا بيتي. وخرجت زينب من عند سامية، وسامية من اليوم ده قطعت علاقتها بزينب تماما. صحيح مش أي حد يتقال عليه صاحب وصديق. وعدت الأيام ومي وآدم اتجوزوا، وعزت قدر يرجع لأخته حقها من ابنها اللي ندم وبقى كويس قوي مع مامته. أما رحمة اتقدم لها صاحب آدم واتجوزت هي كمان، وكانوا البنات مبسوطين في حياتهم. أما سامية قررت إنها تصاحب نفسها وبس، وما تصاحبش حد تاني. وبكده بتكون خلصت قصتنا. أتمنى يا رب إنها تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تحطوا لايك على الفيديو وتشيروا القصة مع أصحابكم عشان نكبر بيكم. وأشوفكم إن شاء الله في قصة جديدة.